ليه ده؟ طب ما تجرب يا اخي. انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ انا بخسران كل حاجه. ريال مدريد النهارده بدأ مرحلة اللي هو ايه، بيندع او بيوقع او بيسرب نقط بالتعادل مع رايو فاليكانو 1-1 في ملعبهم. هو في حاجة بس كده، نمسك التشكيل كده بس واحدة واحدة. انت لعبت اندريا لونين في حراسة المرمى، ماشي. جارسيا وفاسكيز باكات، اديك بتريح ايه، كارفاخال ومندي، ماشي. ناتشو كتر خير الدنيا انه موجود اصلا عندنا قلب دفاع. تشاوميني يعني بعد التصريح اللي هو ايه، قال لك انشيلوتي سأل كارفاخال، قال له تلعب مساك، قال له العب مساك. قال له اصل تشاوميني عديته على ناحيه اليمين، انت العب مساك ناحيه الشمال اللي هو انت اصلا باك يمين، ماشي. قال له العب. يعني كتر خير الدنيا ان تشاوميني اصلا موجود، ماشي. بنص الملعب كامافينجا طبعا هو اللي هيلعب ارتكاز. كروس قصدي لوكا مودريتش وفالفيردي، ماشي تمام. لازم واحد منهم يا كروس يا مودريتش يبقوا موجودين، وفالفيردي اساسي ما بيريحش الراجل ده، ماشي. طيب فينيسيوس وينج، ماشي. ابراهيم دياز موجود، ماشي. ليه بقى هو وخسلوه في الملعب؟ ليه؟ سؤال بس يا عم مستر انشيلوتي، خلاص من غير تريقه. ليه؟ يعني نفسي في المؤتمر الصحفي بعد الماتش، خلاص اتفرجنا على الماتش والماتش خلص، تطلع تقول ليه؟ ماشي، انا مستني اجابه السؤال ده. تمام. طيب التغييرات بقى اللي انت عملتها، طبعا يعني حاجه في منتهى اللي هو ليه ينفع كل مره تطلع لي كده؟ بس ده الحكم بقى، يعني الحكم طرد كارفاخال انذار وبعد كده كارت احمر، يعني انت فاهم اللي هو ايه. انا ما لحقتش، انا لسه نزل مكان فاسكيز والله، يعني ما لحقتش، واخد بالك. توني كروس مكان مودريتش، وبعد كده رودريجو نزل مكان ابراهيم دياز ولا خوسيلو. في ايه يعني، في ايه لما يلعب رودريجو وفينيسيوس وخوسيلو او ابراهيم دياز وخلاص. يعني لا انا وبعدين فالفيردي يا عيني، يعني حتى الجون اللي احنا جبناه هو عمل الاسيست وكل حاجه، والكوره كانت يعني هدف دفاع ريو فالكانو كان يعني شوربه ساعتها، فالكوره دخل تمام ماشي. بس ما بتحس ان احنا ايه بنشوف بس، يعني طبعا فالكانو قفلوا لكن احنا بنشوط، يعني مش عارفين نعمل حاجه تانية يعني. بس لو ما كانش الكلام ده يضايق حضرتك يعني مستر كارلو انشيلوتي، يعني فين؟ تمام. طيب الجون بقى اللي ايه اللي دخل فينا، طبعا ضربة الجزاء. طب يعني قال لك ادينا له ليه هيترمي، فنشوطها له بقى في النص بقى وبتاع، وهاند طبعا هاند بول على عم كامافينجا. بس يعني ما تحس ان هو ايه، لا احنا مكتوب علينا، يعني عارف مكتوب علينا. ليه يعني انت ليه انت عادي ليه اصلا، ليه يعني عارف، ولا انت قلت اجرب عندكش حاجه تخسرها ولا ايه؟ ليه؟ ونسب الاستحواذ عمال تشوف بتودي ومن هنا لهنا لهنا. في ايه يا جماعه؟ يا جدعان حرام عليكم، انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ ده احنا كسبانين جيرونا، كسبانين برشلونه، واتلتيكو مدريد متعادلين معاه في الدوري الدور الثاني والدور الاولاني وكسبنا. وفي ايه يا جماعه؟ وكسبانين جيرونا رايح جاي كمان، ايه يا جدعان؟ هنقعد نلقط كده؟ هو برشلونه يعني على الله حكايته دلوقتي، واتلتيكو مدريد على الله حكايته، يعني مفيش حد بينافسنا غير جيرونا. بس ليه يعني ليه؟ ما الدنيا مفروشه لك ورده ايه؟ ليه يعني لازم نشغل شخصيه البتنجان المخلل؟ ليه يعني لازم اخد الدوري بريمونتادا كمان يعني حتى ده؟ ففرق النقط ليه جاي ليه كده؟ يعني احنا بص هي كان ماتش التسديدات، يعني احنا نشوط وهم يشوط واللي يشوط اكتر يعني ربنا يسهل له ان شاء الله ويفتحها في وشه مثلا يعني، واخد بالك. فحاجه يعني ما يعلم بقى الا ربنا بصراحه.
ويعني بص انا مش عايز اطول عشان انا هخش بقى في ايه، في قصص انا مش عايز اقول فيها. يعني اردا جولير ده انت بتنزله اخر 4 دقايق يعمل ايه؟ يعني انا بجد والله بتنزله يعمل ايه؟ اردا جولير هيعمل ايه؟ مش عارف، انا مش عارف. وفي برضه تساؤل تاني معلش قبل ما اقفل الفيديو. هو احنا ليه ما نلعبش 4-3-3 عادي في ظل غياب بلينجهام؟ ما نلعبها عادية، نجرب. مش الماتش اللي فات انت لعبت ابراهيم دياز مكان بيلينجهام في دوري الابطال؟ طيب جرب بس جرب كده لاعب نلعب 4-3-3 عادية، لان انت غالبا ابراهيم دياز كان بيلعب وينج باين ولا ايه؟ طب هو كان بيلعب وينج، طب وفالفيردي بقى اللي بيطلع ده ايه؟ هخش في طريقة برضه ان رودريجو وفينيسيوس هما الاتنين بيلعبوا شمال فبيقفلوا على بعض في الملعب. فانت جايب بقى فالفيردي، يعني كنا بنلعب 4-2-4 مثلا وفالفيردي هو الوينج واثنين راسات حربة ابراهيم دياز وخسلوه مثلا ولا ايه؟ ولا ابراهيم دياز هو اللي مكان بلينجهام وفالفيردي هو اللي وينج قدام وخسلوه ولا راس حربة؟ ما تفهمش. انا بقى ما قدرتش استوعبها بصراحة. يعني بص اللي هو ايه، انا ما قدرتش استوعبها. فاللي عنده حاجة بقى يقولها لنا بقى والنبي في التعليق، عشان انا ما دماغي فوتت معرفش بقى في ايه. واخد بالك؟ بس ده كان الفيديو، وممكن نختلف نتفق بقى على الحكم، لكن يعني ما... بص بصراحة يعني انت كان ممكن تخلص الماتش من غير ما الحكم يقعد يعبث بالمباراة. خلاص بس ده كان الفيديو، سلام عليكم.